أول تعليق من زين الدين زيدان بعد فوز ريال مدريد على ألميريا ب4 أهداف لهدف. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنتم من عشاق الملكي ريال مدريد فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. نجح الميرينغي داخل ملعبه سانتياغو برنابيو بالفوز على نادي ألميريا ب4 أهداف لهدف، في مباراة ألق فيها الفرنسي كريم بنزيما بشكل كبير حيث سجل هاتريك، واختتم البرازيلي رودريغو الهدف الرابع لريال مدريد. وعن هذا الفوز الكبير خرج الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق بتصريح مثير حيث قال: إنني شاهدت مباراة ريال مدريد اليوم، لقد عادوا بقوة كبيرة بعد الهزيمة الأخيرة أمام جيرونا، وتعاملوا مع الكرة بطريقة ذكية حيث سيطروا في جميع أوقات المباراة. اللاعبين اليوم قدموا أداء جيد وكانوا منسجمين للغاية. اللاعب كريم بنزيما أمتعني وأمتع جمهور ريال مدريد بتألقه وتسجيله هاتريك للمرة الثالثة هذا الموسم. بالرغم من تقدمه في العمر إلا أنه ما زال يتألق بشكل كبير، حقا إنه هداف رائع وجزء ضروري لريال مدريد. إلى الآن ما زال الدوري لم يحسم بعد، إذا اجتهد وانتصر في جميع المباريات المتبقية له قد يقلب الطاولة على برشلونة، وهذا شيء ليس بالصعب عند ريال مدريد، إنني أعرفها جيدا.